طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بطريقتين فرد. يعني هنفرد بالطريقة الفلاحي العادية بتاعتنا، وهنعمل كمان فطير الأفران من نفس العجينة. من نفس العجينة هنفردها بطريقتين، ما شاء الله اللهم بارك، نتيجة جميلة وهتشوفها في آخر الفيديو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كده يعني حاجة حلوة ومورق وحلو قوي وناجح معاكي، عمره ما ينشف معاكي. واقول لك ازاي يكون طري معاكي ويكون جميل، واقول لك السمنه مقدارها ايه بالظبط واحنا شغالين، واقول لك ليه الفطير بينشف منك للناس اللي علقت لي في الفيديو بتاع الفطير اللي قبل كده وقالت لي الفطير بينشف معانا. تعالوا نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى وندخل على الفيديو بتاعنا. هنا عندنا مقدار 2 كيلو دقيق. عندنا الميه للعجن حسب الدقيق اللي عندك هياخد. الفطير عندنا بالعادي بنعجنه ما بيكونش عجينته لا طريه قوي ولا متماسكه قوي، لكن بتكون بتلزق شويه في الايد. عندنا هنا معلقتين خل بحب احطهم في كل المعجنات اللي انا بشتغل فيها، بيخليها مورقه ولونها ابيض كده وجميل. عندي 4 معالق سكر، لكل كيلو معلقتين سكر. لو هتعملي نص كيلو هي معلقه واحده بس. وعندنا ربع معلقه ملح او نص معلقه ملح لل2 كيلو. كل ما انت هتقلي في المقدار كل ما هتقلي في نص المعلقه الملح. وعندنا الميه للعجن، وعندنا ميه جنبينا كمان لو احتاج العجن مننا ميه. بس كده هنبدأ ننزل بالدقيق بتاعنا في المية اللي احنا دوبنا فيها السكر والملح كويس قوي، علشان الملح والسكر ما يكونوش مخرزين معانا في العجينة ويخلوها تقطع مننا واحنا بنفرد. الدقيق طبعا نخلينه كويس قوي ومطمنين منه. هنبدأ ننزل بقى بيه والكمية كلها كده. لا طبعا خلي مية قليلة شوية وانت بتعجني علشان ما يضطرش منك قوي وتعوزي تزودي دقيق تاني. لما تزودي مية احلى من ما تزودي دقيق، علشان لما بتزودي ميه بتحسي انك انت بتدخلي عرق زياده شويه للعجينه وانت بتعجني. اما لما بتكون طريه منك قوي وتيجي تدخلي فيها دقيق بتكلكع منك شويه وتلاقي العجينه ما هياش ناعمه زي ما انت عايزاها. تمام كده. يبقى احنا كده انا وانا بعجن هقل ميه شويه في الطبق اللي انا بعجن فيه، مش بمقدار اللي انا بحتاجه، وبعد كده بزود كميه بالميه. الفطير بيحتاج كده علشان خاطر نزود له عرق شويه، نقوم نخليه يبقى شديد معانا كده واحنا بنفرده، وفي الوقت نفسه بيكون يعني عرقه شديد ماسك نفسه شويه وبيكون جميل. تمام كده. هنا برضو زودت حبه ميه اهي، اللهم ارزقنا من واسع فضلك يا رب اللهم امين. ومعايا بقى هنا بحب ان انا احط معلقتين زيت وانا بعجن العجينه في الاخر. عايزه تحطيهم زبده حطيهم، عايزه تحطيهم سمنه حطيهم، ده انت وحريتك. انا بحب احط معلقتين زيت ليه؟ علشان العجينه شايفه انا مخليها طريه، مش مخليها ناشفه قوي ومش مخليها برضو طريه قوي زي الخبز، لا وسط كده. ببدا بقى ان انا احط في ايدي معلقتين من الزيت وابدا التبهم العجينه زياده او الم بهم العجينه، علشان في الاول هتخلع من ايدي، وبعد كده كميه الزيت دي بتديها نعومه كده وبتخليها جميله قوي. خدتوا بالكم معايا؟ وابدا المها بقى زي ما انتم شايفين كده. بعد ما لتتها حلو لميتها وغطيتها حوالي دقيقتين ونزلت بايدي فيها تاني ورجعت لميتها تاني. تمام. ده بقى بيديها عرق زياده شويه وبيديها نعومه وبيخليها جميله قوي. هنا بعد ما لميتها هسيبها حوالي 10 دقايق او ربع ساعه حسب الوقت عندك، وكل ما بتسيبيها شويه وكل ما بترتاح بتبقى جميله. طبعا ما فيهاش خميره، لكن احنا بنسيبها ترتاح مكان العجن اللي احنا عجناه فيها. هنا بقى لها بعد الربع ساعه ما شاء الله العجينه جميله وناعمه وحلوه قوي وماسكه بعضيها كده، وفيها بقى كده عرق جميل بيخليكي تبقى مزاجك عالي وانت بتعمل الفطير قوي. هنا بقى معانا صينيه ستانلس او رخامه او السطح اللي انت هتشتغلي عليه ايا كان، طبليه اي حاجه، هتبليه بس بله زيت كده وابدا يقطع عليه العجينه بتاعتك. انا بحب اقطعها كلها كور قد بعضيها زي ما انت شايفه كده، ما بقيس ولا حاجه ولا بوزن، بس هي بمعيار الايد بس كده وانت شايفاه. وابدا ان انا ابل كل اللي انا بقطعهم واحطهم على الصينيه، بديهم بله زيت او بله زبده من على الوش علشان ما ينشفوش معايا واجي وانا بفردها تغلبني. هنا بقى انا عايزه اعملهم بطريقتين، بس هقطع الكور كلها زي بعضها، بس بحاول ان انا اعد الكور اللي عندي اشوفها جت كام كوره. انا دايما بالعاده الكيلو دي بيعمل معايا 16 كوره. 16 دول معقولين، لا هم كبار قوي ولا هم صغيرين قوي. عايزه تقطعيهم 20 هتقطعيهم 20، بس هتصغري الكوره شويه عن اللي انا عاملاها. الفطيره دايما اللي هي الحلوه بتاخد ال 22 رقاقه، يعني بتاخد الكيلو زياده عن الكيلو كمان، بس بجد بتكون فطيره كبيره تكفي عيله كبيره ما شاء الله اللهم بارك، بيكون مقاسها كبير يعني. انما لو انا هعملها في البيت العادي شايفه العجينه ما شاء الله اللهم بارك خدمها كويس، والنقطتين الزيت اللي انا بضيفهم عليها قبل ما المها في الاخر بجد بيديها نعومه وبيخليها حلوه قوي.
هنا بقى خلاص جبت صينيه تانية علشان اقطع عليها بقيه الكميه دي، برضو دهنتها كميه زبده كده او كميه زيت حسب ما انت عايزه. في الصيف دايما احنا بنشتغل باي حاجه، اما في الشتاء بحب ان انا اشتغل دايما ادهن الصواني اللي انا بفرد عليها او اللي انا بقطع عليها زيت، علشان الزبده دايما في الشتاء بتجرمز معايا بدري فبتخلي الفطيره ماسكه معايا شويه. انما لما باجي افردها في الشتاء بدهن زيت علشان بتوسع الفطيره معايا على طول سهل، او الرقاقه بتخليها تتفرد معايا بكل سهوله. ماشي. في الصيف بقى انت وحريتك، عايزه تحطي زبده عادي، عايزه تحطي زيت عادي، لان جو الصيف بيخلي دايما السمنه سايحه معانا على طول زيها زي الزيت كده، فما بيغلبكيش يعني في الفرد. هنا بقى خلاص قطعت الكميه بتاعتي كلها، عايزه بس اظبطها واعرف ان انا اقول لك احط قد ايه لوحدهم وقد ايه لوحدهم، واغطيهم بكيس كده واسيبهم حوالي ربع ساعه او نص ساعه كمان، وارجع اجي تاني نبدا ان احنا بقى نفرد. هنا انا هغطيهم علشان الكيس بيخليهم يفضلوا طري، وانا عايزاهم يرتاحوا برضو شويه من مكان ما ايدي اشتغلت فيهم. غطيتهم كويس زي ما انت شايفه كده، وبليت وشهم برضو كميه زبده او زيت، وغطيتهم حوالي ربع ساعه ونص ساعه، وجيت تاني نشتغل. شايفه بحط صباعي عليها بينزل ما بيطلعش تاني. خلاص على كده هي خدت ارتياحها وبقيت تمام. عديت انا الوقت كده 16 فطيره او 15 فطيره رقاقه يعني، وهاخد الباقي كل التانيين على الصينيه التانية علشان ما تلخمش وانا بفرد، واخد من دي على من دي. بحاول ان انا افصل دول عن دول او اعزل دول عن دول علشان اعرف انا شغاله ازاي وشغلي مظبوط ازاي. هنا بقى عندي الصينيه بتاعتي اللي هبلها بلة زيت يا بلة برضو زبده. في الصيف بقولك اشتغلي باي حاجه. هنا بعد ما بليتها كده هبدا دي الزبده اللي بتاعتنا زبده بلدي فلاحي عاملينها مسيحينها، وحط عليها كميه بسيطه قوي من الكركم. هنا بقى عندي هبدا اول حاجه ابل الصينيه بتاعتي ادهنها زبده علشان ابدا افرد اول فطيره او اول رقاقه، وابدا احطها عليها واشتغل على كده. ببدا ان انا افردها وبكمل كله زي الكلام ده كله، بس بين كل رقاقه ورقاقه ببدا اديها دهنه من السمنه. السمنه دي حسب انت مقدارك انت اللي انت عايزاه. اذا كانت سمنه بلدي ما بتزعلش، فاهماني؟ يعني اذا كنت بتشتغلي بسمنه بلدي، السمنه البلدي بتدي للفطير طعامه كمان وانت بتقليه بالعسل، او مثلا بالجبنه القديمه او الجبنه البيضه القريش، اي نوع جبنه او اي نوع عسل، اي حاجه انت بتاكلي بيها مع الفطير اللي معمول بالزبده البلدي بجد ما بتزعلش قوي الزبده البلدي فيه. يعني لو زودتي ده انت وحريتك. شايفه انت المهم انك انت تغطي الرقاقه بايدك كده او بالفرشه كميه من الزبده كل واحده كده، لان هي الزبده اللي انت بتحطيها بين الرقاقه والرقاقه هي دي اللي بتديكي عازل بين الرقاقه والرقاقه، ولما بتستوي بتلاقي فيه التوريقه. انت ما انتش عاملاها بقى كده وما انتش حاطه الزبده بين الورقه والورقه، ما بيديكيش توريق قوي. تمام كده. هنخلص كده ال 16 رقاقه اللي احنا عملناهم. زي ما بقول لك، عايزه تعمليها رقاقه كبيره او فطيره كبيره، بتبدا انك انت تعملي 20 22 معاكي ال 25 رقاقه. بس طبعا دي بتحتاج صينيه كبيره زي صواني الافران اللي هي موجوده عندنا اللي بنطيب عليها القرص اللي هي الكبيره. الصواني دي ما هياش بتاعه البسبوسه الصغيره، لا دي صواني كبيره شويه، بين الصواني الكبيره خالص اللي انا بسوي فيها الخبز وبين الصواني الصغيره اللي احنا بنسوي فيها الكيكه والبسبوسه. دي انا شارياها من محل بتاع الالمونيا كده مش بالمقاس، لا هي بالكيلو. يعني انا جبتهم 4 صواني، الواحده دول الصغيرين الواحده فيهم على 150 جنيه، بس طبعا بقالهم يجي 3 4 شهور كده، معرفش هيكون سعرهم ايه بصراحه دلوقتي. بس بصراحه جمال وحلوين وقماشتهم نظيفه بتدحك معاكي بكل سهوله، وعمرها ابدا ما بتسود معاكي، وانضف من اللي هي الصيغان التانية. وفي الوقت نفسه تطيب الالمونيا دايما في الفطير او الكحكه او البسكوت او القرص او المنين او اي حاجه من الحاجات دي طبعا بيكون ليه شكل تاني، بيخلي لك بجد بجد الحاجه جميله وتسويتها مظبوطه كلها زي بعضيها. هنا بقى خلصت كل الكميه بتاعتي اهي، ما بقيش الا واحده بس. بحب ان انا اخلي زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، بحب اخلي اخر رقاقه تكون كبيره شويه وتكون سمينه علشان تلم لي كل الفطيره اهي، وبحاول ان انا ما اقطعهاش برضو وانا بفردها كده. خلاص هبدا الم بقى كل الفطير، كل الحروف لجوه، كل الطروف دي لجوه. تمام كده اهي، بحيث ان انا اعملها كوره صغنونه وحلوه قوي كده، واسيبها بقى لما ترتاح، وهوريكم برضو التوريقه بتاعتها بتاعت الاخر. هنا بقى خلاص دي اخر رقاقه، هبدا احطها عليها وادهن وشها زبده واركنها على جنب بقى جنبي لما نعمل النوع التاني. خلاص كده ودهنا وشها زبده، هنغطيها بقى جنبنا كده علشان ما تنشفش من على الوش. هبدا بقى اخد الرقاقه التانيه، هعين بقى الكيس من عليه، هما طبعا خدوا راحه بزياده. هبدا بقى ان انا ادهن الصينيه بتاعتي كلها، لان دول هعملهم 4 ازاي يا ام يوسف؟ يعني كل 5 رقاقات في واحده، 5 4 6 حسب ما انت عايزه.
ده بقى اللي هو فطير الافران اللي هم بيعملوه. بس فطير الافران بيعملوه ازاي بقى؟ دي طريقه احلى واجمل. الطريقه بتاعه الافران، كل 5 رقات من دول بيكونوا قاطعينهم قطعه واحده كبيره، ويبداوا ان هم يفردوها على الرخام او على الترابيزه او على الطبليه رقاقه كبيره قوي، ويبداوا يدهنوها كلها زيت ويطبقوا ويرجعوا يكوروها تاني ويحطوها في الصينيه، وفي الاخر لما ترتاح يبداوا يفردوها فرده بسيطه كده ويبداوا يطيبوها. لا احنا عندنا هنا ال5 رقات بتوعنا بدل ما اقطعهم واحده بس كبيره ما يكونش فيه توريق كتير قوي زي التوريقه بتاعت دي. هوريكي توريقه دي في الاخر، ما شاء الله اللهم بارك، جميل وحلو قوي. هنا هعمل زي ما انت شايفه كده بالظبط. هبدا افرد الرقاق بتاعتي، وابدا افردها وادهنها زبده واطبقها 4. بس قبل اول واحده بس اللي انا هطبقها 4. بعد كده هاخد اللي انا طبقتها الاولى واقلبها في قلب الرقاقه بتاعتي، وابدا الم عليها برضو ال4 طروف زي ما انت شايفه كده بالظبط. معايا الاخر واحده اللي هي الرابعه او ال5 حسب اللي انت هتعمليه، وهبدا ان انا اخليها هي كبيره شويه وادهنها زبده برضو من بره ومن جوه، ونفس الكلام كده هبدا اكورها حواليها زي ما انت شايفه كده. خلاص خلصنا اول رقاقه. هبدا اعمل بقى اللي بعديها. هنعمل 4 بنفس النظام. دول ال16 او ال15 واحده قسمناهم، يعني فيهم اللي 5 رقاقات وفيهم اللي 4 رقاقات. وهوريلك برضو شكلهم الرقاق بتاعهم من جوه، بجد بجد جمال وحلوين، واكلناهم بعسل بقى نحل، حاجات جميله كده ما شاء الله اللهم بارك، حلو قوي. هنا هبدا اكمل نفس ما انت شايفه كده بالظبط لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي اللي هم دول. هبدا برضو افرد اول واحده واطبقها 4 ايوه كده الجنبين، وارجع الجنبين التانيين، وكل ما بقلب كل ما بدهن مكانها ومكان التانية زبده لغايه ما بخلص الكميه بتاعتي اللي هي 4 أو 5 رقات. ما بتنسيش تدهني بين كل واحده وواحده زبده، لان هي اصلا الزبده اللي احنا بندهنها دي او السمنه هي دي اللي بتجيب التوريقه للفطير. ما دهنتيش بقى كل الفطير بتاعك كده خلاص مش بيكون مورق من جوه، لان العجينه بتمسك في بعضها تاني فكانك ما قطعتيهاش من بعضها خالص، يعني ساعه بترتاح بتلاقيها راحت لبعضها تاني زي العادي. لا احنا كل الزبده اللي احنا بندهنها دي لما تحطي على الزبده حبه زيت بسيطه كده بتكون جميله وتديكي توريقه جميله قوي. عايزه تحطي زبده على زيت، عايزه تحطي زبده على سمنه، عايزه تحطي سمنه على زيت، اللي انت ترتاحيه اعمليه. بس طبعا كل نوع سمنه بتعمليه بتفرق في الفطيره. ازاي يا ام يوسف بتفرق في الطعم معاكي. يعني انا مثلا عملت بزبده بلدي، الفطيره طبعا بتاكليها وتاكلي ايديك وراها. طيب عملتها بقى بنسبه زبده بلدي وعليها مثلا دي شويه زيت، لان في ناس كتيره، بصوا احنا بنتكلم لكلنا مش لنفر واحد بس. يعني في ناس مثلا مريضه فما بتحبش الزبده البلدي او بتحس ان هي بتتعبها شويه، خلاص تعمل اللي هي عايزاه واللي هي بتاكل بيه وتعملها حلوه. طيب انا لو عملتها بزيت للناس اللي هي المريضه ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب، وادهي واعملها بزيت، بخلي بقى الرقاقه بتاعتي ما بفردش الفطيره قوي لما بخلصها، يعني ببططها واخلصها زي ما انت شايفه كده، وببدا ادوس عليها دوستين بساط مش كتير قوي، علشان مع الزيت مع الدوسه الكتيره قوي هتنشف معايا. الناس اللي بتقولي عملناه قبل كده ونشف معانا، بعد ما تسوي الفطيره بتاعتك على طول ما تفرديهاش قوي الاول في الصينيه قبل التسويه، وساعه التسويه عايزين الفرن القعر بتاعه يكون سخن، القعر بتاع الفرن يكون سخن في التسويه. ليه يا ام يوسف؟ علشان لما الفرن القعر بتاعه بيكون سخن بيخلي الفرن كله سخن. يعني انا بسخن الفرن الاول من الجوانب ومن القعر، وببدا اهدي الجوانب شويه علشان الرقاقه بتاعتي او الفطيره بتاعتي ما تتحرقش على طول. تقوم الفطيره بتاعتي بتاخد حمو من القعر من تحت، تستوي من تحت الاول وارجع اشغلها من فوق من الجوانب. هو دي افضل تسويه للفطير. يعني انا لو بعملها في الفرن بتاع البوتاجاز بتاع المطبخ هولع القعر الاول لغايه ما الفرن يسخن، واسوي الفطيره على القعر الاول. لما الاقي قعرها بدا يلون بالسكينه كده وارفع حرف الفطيره، الاقي القعر بتاعها بدا يلون، ببدا ان انا او الناس اللي هي فرنها شغال من فوق بس ومن تحت بس ما بيشتغلوش مع بعض، ببدا اطفي بقى القعر وابدا اشغل الوش بتاع الفرن كده. خلاص دي كانت اخر فطيره معانا. هبدا بقى ادهنها زبده من فوق ومن تحت برضو زي ما انتم شايفين كده، وابدا بقى ادوس على الفطيره الاولى اللي انا عملتها، هتكون ارتاحت، دول هيكونوا لسه ما ارتاحوش. هنا بقى بحب احط على وش الفطيره كده حبه زبده في الاخر قبل ما تدخل الفرن. هنا هديها دوسه بسيطه واقوم اسخن الفرن الاول، ونرجع نكمل الدوسه بتاعتها او الفرد بتاعها ونبدا نحطها في الفرن. هدوس برضو على دول دوسه بس بسيطه كده، اديهم ايه يعني كاننا لسه فاكرينكم يعني، بس هما طبعا لسه دوبهم معمولين عايزين يرتاحوا شويه. لما يجي دورهم في التسويه يكونوا اخدوا حوالي ربع ساعه او نص ساعه، هنبدا ندوس عليهم برضو الدوسه بتاعتهم ونبدا ان احنا ندخلهم الفرن. يلا بقى تعالوا عند الفرن.
هنا بقى جينا عند الفرن، ولعت الفرن من فوق ومن تحت وسخنته كويس. عبال ما ادوس بس على الفطيره كده اظبطها كلها، اخليها داير ما يدور على قد الصينيه بتاعتي، مش شرط على قد الصينيه، الشرط ان انا اخلي علوها حسب القرصه اللي انت حطاها فيها، حسب الرقاق اللي انت حطاه كام رقاقه فيها. هبدا اوطي الجوانب بتاعتي واخلي القعر بتاعي عالي على حسب الصينيه برضو بتاعتي. لو صينيه الحرف بتاعها رقيق قوي، القعر بتاعها رقيق وتتحرق مني، ببدا ان انا اخليه في الوسط. لو الفطيره بتاعتي قعرها تخين، الصينيه بتاعتي قعرها تخين وهتستحمل الحمو، بخلي الفرن بتاعي سخن. هنا بقى الفطيره اللي احنا دخلناها الفرن دي بحب اقفل عليها الباب، بظبط الفرن بتاعها في التسويه واقفل عليها الباب. تعالوا كده نشوفها اخبارها عامله ايه. هنا بقى جميله اهي، بعد ما شفناها ودخلناها كمان لغايه ما تكمل تسويه، ما شاء الله اللهم بارك، اتنفخت معانا وجميله وحلوه قوي. الفطير اللي ينفخ معاكي في الفرن ويقب معاكي، اتاكد ان كده فطير مظبوط و10 على 10. دي استوت خلاص، هدخل بقى التانيين دول. عايزه اوريهم لك بس قبل ما ندخلهم الزبده بتاعتهم مظبوطه، ما يكونش حواليهم زبده كتير قوي في الصواني علشان ما يكونش تقال عليكي قوي في الاكل. هنا خلاص استووا معانا. عايزه بقى ان انا احطهم على القعر، اشوف بس القعر بتاعهم، ما شاء الله اللهم بارك، حلوين قوي جمال. الفطير ده على فكره نوعه سهل عليكي في الفرد، سهل خالص خالص في الفرد، والتسويه بتاعته بتكون سهله كمان، وكمان في التوريقه بيكون مورق وجميل قوي. والنوع ده بقى ده بتاعنا احنا بتاع الارياف، ما شاء الله اللهم بارك، مفيش كلام بعد كده، ده فطير فلاحي فلاحي يعني. هبدا بقى احطهم لغايه ما ياخدوا طراوه شويه كده ويبدا السخونيه اللي فيهم تروح، وتعالي بقى نشوفهم. شايفه الفطيره ما شاء الله اللهم بارك، دي اشتريتيها من الفرن هتشتريها بالشيء الفلاني، شايفه وطريه وحلوه قوي. تعالي بقى نشوف دول كده وهوريكي برضو التوريقه. هنا الشوكولاته، الولاد بيحبوا يجيبوا نوتيلا كده ويحطوها عليه، او شوكولاته بتاعه المطبخ ويسيحوها كده على حمام دافي، حمام ميه دافي، ويبداوا ان هم يحطوها على الفطير. ده عسل نحل بقى كده، ما شاء الله اللهم بارك. كلي بقى وقولي سمي كده على الله كده، وصلي على الحبيب المصطفى. حطوا لنا لايك حلو بقى منكم لو انت لسه معايا لغايه دلوقتي، ودعمينا للقناه حلو. لو انت طبعا جديده هتشتركي عندي في القناه طبعا هتشرفيني وتنوريني. تعالي بقى نشوف الفطير بتاعنا، ما شاء الله اللهم بارك، جميل حاجه كده حلوه قوي. لا تقولي لي بقى افران ولا تقولي لي كاني ولا ماني، بجد بجد فطير فلاحي بالزبده البلدي، ما شاء الله اللهم بارك، طعمه تحفه. واكلناه بالعسل، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، احنا عملناه واكلنا منه على الفطار، بجد بجد حاجه حلوه قوي. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، تاكلي كده منه ما تشبعيش، بجد فطير فلاحي ممتاز ما شاء الله اللهم بارك. اكلنا بقى بالعسل والجبنه القديمه او الجبنه البيضاء او الجبنه الدلع العاديه خلاص بتاعه المحلات، وكمان العسل النحل، عندك بقى عسل اسود، اي حاجه انت بقى، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بجد بجد واقسم بالله طعمه جميل. ادعمونا بقى بلايك حلو منكم كده ان شاء الله، واعملوا لنا اي كومنت جميل منك، واشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد. مع الف سلامه.